الارجنتيني. نعم. منتخب الارجنتيني زدنا بحثنا عليه من اللاعبين ديال الارجنتين، وهذا الشيء اكيد من جانب الرئيس الفني البقالي تمريره، فرصه للهدف، فرصه من العيان، كان بامكان يسرى. كيرجع الكره عند مسرار عميد المنتخب الوطني المغربي داخل قاع صويبه قلت لك في المقابله الاولى ان الفريق الوطني كيدق على المرمى مغربيه، عمليه ديال المرور ولكن ما خرجاتش الكره، وهنا صويبه. وكما لاحظنا ربما كما لاحظتوا هذه خطيره لاحظ الجميع ان خلال الحصه التسخينيه ديال الفريق هذه الساعه ان اي لاعب شد كره ما كيقلبش على ربما يقدر المدرب الارجنتيني يدير نفس الخطا اللي كان دارو، ضغط على المنتخب الوطني المغربي في المنطقه ديالو. النسق العام فهو الحذر. كره مره اخرى مغربيه، فرصه الجهه اليمنى لخالد روعه، واحد الاسلوب المغربي ربما عنده. نشوفوا هنا الاعاده، شوف خالد لعبها بانديه قدمات حضور قوي ولاعبين جيدين. حنا كنشوفوا التدخل الرائع ديال الحارس عبد الكريم النبيه اللي مقابل شيء. خرجنا بخلاصه في المقابله الماضيه ان المنتخب الوطني المغربي لكره القدم داخل القاعه قدم مقابله فيها ولكن في ظل التالق ديال رضا فكان الثقه كيف ما قلنا المباراه الماضيه المدرسه المغربيه وكما ذكرت انا اكبر حصه كانوا لازموا بها من كترجع ل 2000. انس العيان كيحافظ على الكره ديالو، انس العيان كيرجع كره البقالي ماذا يفعل؟ يحاول خايف انه ينهزم، ولكن خايف ينهزم الحصه هذا الشيء اللي كان. والمحاوله الان من انس عيان المرور كيحاول يمر ولكن ما كاينش. اللاعب كلودينو انخيل كيحترف في الدوري الاسباني، لاعب رقم 3 وبالضبط في نادي اسبيل الاسباني. وشوف الطريقه خطا واضح ما كان عارف لصالح المنتخب الارجنتيني. صويبه بعيده كل البعد الى خارج. بموسم تسجل الهدف الاول شفنا ان الامور تغيرت. هجمه مرتده مغربيه الان من جانب كاين دفاع ديال بعد التدخلات ديال المنتخب الارجنتيني. كاين خطا ولكن مسرار قام بصويبه ويرجع الحكم الاصل. التعليق ديالك؟ لا كانت محاوله وكنعرفوا حنا القذافات بالرجل اليسرى ديال اللاعب مسرار، فاكيد كان عنده حظوظ انه يسجل، ولكن في ظل الحده ساعدت صويبه مباشره بقالي وهي نفسه صويبه تقتطم بالحارس. بهذه الصويبات البقالي ولا الشعراوي؟ لا هاد القذافات هادو. اذا مسرار بالفعل مسرار صويبه العارضه الافقيه. الان شفنا في المباراه الماضيه لمسنا العارضه الافقيه كان انس العيان، دابا كنشوفوا مسرار. لاحظ معايا طريقه باش لعب الكره في التماس لصالح المنتخب الارجنتيني. عمليه الانطلاق بهذه الشاكله تصويبه يجب انه يأهله ويكون حاضر قبل كأس الأمم الإفريقية. صحيح انه لاعب كبير، لاعب عنده مستوى كبير، لاعب كيزيد مدافع اللي تقدر تعول عليه الفريق. صويبه تألق الحارس. يديروا محاولات وهذا الشيء كله راه في صالح الفريق الوطني المغربي، لان الان هما بداو اللاعبين المغاربه خصهم يكونوا اسرع ويلعبوا في الخلف ديالهم في الضرب ديالهم. اكيد غتكون سان لورينزو اللي هو بولو لوكاس كيلعب في الارجنتين ومقابله كامله ما سجلوش. الان فتنا اكثر من النصف ديال الشوط الاول. في خط الوسط رجعت المنتخب الارجنتيني اللي الان استلم الكره بدا يندفع نحو الخط الامامي. وصويبه خرج محاوله خطيره، هذه اخطر محاوله. الصويبه ديال اللاعب اللي تخليه انه يعرف كيفاش انه يدبر الدقائق المقبله من عمر هذه المواجهه. الان كيلعبوا اللاعبين المغاربه بهذا اللعبه اللي كيديروا راه لاعب ولينا كنقوموا بهم فقط الاعداد لمنافسات قادمه. تلاحظ وكيلقاو مشاكل معنا. علاش؟ لاننا ممتازه لاننا نعليو السقف وهذا امر ايجابي. وهذا لان كما كتشوف ان المطلب الان اللي ولا والانطلاقه عن طريق الرئيس الفني تمريره ديالو ممتازه ومباشره الى خارج الخط الخلفي. اليمنى محاوله ديالو انس العيان كيقوم بتمريره كره مغربيه، محاوله للتصويب، رجع كره للخلف او التصويب. ماذا هناك تصويبه جميله من اسماعيل حمزان اللي كان بامكانه ان يوضع الكره في المرمى موجهه جسديا. تصويبه اعتقد كانت فيها الزاويه.
العموم. لا ما لمسهاش. فرصه اماميه ضائعه تعود مره اخرى مغربيه، محاوله من جديد عن طريق انس عيان. انس عيان تمرير ديالو الجهه اليسرى، الرئيس او بلال البقالي محاوله الكره. لاحظوا هنا كيفاش انه تمريره جات بهذا الشكل. انس عيان رجعها بالخلف، تصويبه مشات مباشره لكن الى خارج المرمى. بقالي تمريره اماميه، محاوله رئيس فني ينطلق كره اماميه وتصويبه مباشره بشكل مباشر. تمريره كانت ذكيه والرئيس فني قام تسيني. وكره محاوله الان مغربيه من جانب امثال اسماعيل ينطلق بالكره. امثال تمريره ولكن امثال يحاول ما امكن ينطلق بالكره ديالو. فرصه تصويبه كترتعطى من احد اللاعبين الارجنتينيين، كترجع مره اخرى ارجنتينيه ومباشره عند عبد الكريم الخبر الوطني المغربي. اللاعب اللي كان قام بجهود كبير استعاده الكره ملعوبه من الارجنتين عن طريق لاعب لوكاس. تمريره اماميه الجهه اليمنى، محاوله صعبه انقاذ الموقف من البقالي سيباستيان براندي الان وايضا فيريرا ماركوس، بالاضافه ايضا لروسا نيكولاس الذي شوف تدخلات يعني تدخلات قويه رأسيه مباشرة. كترجع مرة أخرى لخالد بوزيد كيحافظ على الكرة. بوزيد من الجهة اليسرى، عملية كرة كان بإمكانها تكون في المرمى ولكن تجوز نقولوا شوط المدربين. كرة أمامية بهذا الشكل تجاه أنس عيان ولكن محاولة أمامية بهذا الشكل، فرصة بهذا الشكل والبحث عن تصويبة ضاعت. كان في وضعية مناسبة تماما سي عمر. المحاولة المنتخب الأرجنتيني عملية هجومية الآن وإنقاذ الموقف بطرف دفاع، يخرج الكرة بطريقة جيدة. يتابع باهتمام للتماس مغربي. عملية ديال تصويب جيدة من اللاعب اسماعيل. هنا هذه المحاولة وهذه التصويبة رائعة عن بعد. كرة مرة أخرى مغربية تصويبة ولكن تغطية ديال الفريق الوطني المغربي، لأن كتشوفوا الآن اللاعبين اللي داخلين كلهم كيتميزوا. تطمت الكرة بالعرض منذ لحظات كانت تصويبة. هما الحارسين بجوج سواء الحارس تجعل اللاعبين يصلوا إلى مرمى المنتخب الأرجنتيني. محاولة من جديد عبد الكريم البيا يحاول يراوغ، أصبح لاعب فني في اتجاه مزاد. تمريرة جيدة هذه، محاولة مستمرة مغربية. كرة إمكانية ديال تصويب وفي آخر مطاف المنتخب الوطني المغربي كان بالإمكان أنها تكون في المرمى. سي عمر نقولوا اليوم من الفريق الوطني المغربي غير محظوظ، تميزوا بإضاعة الفرص. هو متدير في اتجاه كلودينو أنخيل، يلعب الكرة ديالو أنخيل وتصويبة مناسب. سي عمر لا الكلام النبيه في المباراتين بجوج يعني حارس الوطني المغربي. كرة عند الرئيس فني محاولة هجومية. رئيس فني بخصو غير ما ينهزمش ويكون نستفد ديالنا. كرة مغربية، الرئيس فني الجهة اليسرى، محاولة كيماش دفاعي المنتخب الأرجنتيني وهنا